عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اولا انا بعتذر عشان تاخير الفيديو لحبايب قلبي اللي كانوا طالبينه. تاني حاجه حابه اشكر حبيبه قلبي فله فوفه نور، حبيبه قلبي بحبك جدا والله زي ما انتي بتحبيني بالظبط واكتر كمان. تاني حاجه بس عايزه انبه البنوتات اللي كانوا سالوني عن قناه سوما. قناه سوما يا بنات هي موجوده، بس الفيديوهات مش هتظهر في الفترة الحالية يعني الا للي عندها على الجروب. فاتمنى كلكم تروحوا تنضموا للجروب بتاعها عشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات سوما القديمة والجديدة، وهسيب لكم لينك الجروب تحت الفيديو ومن خلاله بتنضمي ليه وبتشوفي كل الفيديوهات اللي انت حباها. وربنا ييسر لك الحال يا سوما، وربنا يوفقك يا حبيبة قلبي ويوفقنا جميعا. النهارده بقى هنعمل الروتين المسائي في حالتين. لو انا جايه مثلا من بره وفي ميك اب على بشرتي، اول حاجه بعملها ان انا بشيل بميك اب ريموفر لوريال او نيفيا، بس طبعا لازم يترد باستخدام قطنه. انا بستخدم اللي هو البيبي جونسون، ولو مش موجود عندي الميك اب ريموفر مفيش مشكله خالص، بستخدم كريم بيبي جونسون. الكريم نفسه قلته البنات وعجبهم جدا جدا، وبيشيل حتى الحاجات الووتر بروف. بتحطي كل قطنه على كل عين، وبتبداي ان انت تاخدي من العلبه وتحطيها على عينيكي وانت مغمضه وتشيلي بيه الميك اب كله. فعلا فظيع بجد، انصحكم بيه ان انتوا تجربوه، هيعجبكم جدا. وحاجه رخيصه يعني مش غاليه، لا حاجه رخيصه جدا، اللي هو الكريم مش الميك اب ريموفر نفسه. اوكي، بعد كده بستخدم فرشة ذا بادي شوب عشان اغسل بيها بشرتي بالليل. وملمسها على البشرة للي عنده، علشان بس كمعلومة ملمسها على بشرتك هي ملمس فرشة براون اللي انتي شفتيها معايا في روتيني الصباحي. وعلى فكرة انا الفرشة بستخدمها للوجه بس مش بحطها للجسم، وكمان مش بستخدمها يوميا، لكن بستخدمها في فترة الصباح علشان كده قلتلكوا تبع روتيني الصباحي. لكن انا بستخدمها يوم ويوم، لما اعمل لكم ريفيو عنها وينزل ان شاء الله هتعرفوا انا ليه بستخدمها لبشرتي. المهم انا بستخدم مع الفرشة دي اي غسول موجود عندي، ممكن نيتروجينا او بايوديرما. او لو انا حابه اعمل سكراب لبشرتي بعمل سكراب ده بستخدمه ايفا من بالعسل. ده مرتين بس في الاسبوع لانه مقشر على البشره قوي ان هو يبقى كل يوم يعني. انا بستخدمه مرتين بس في الاسبوع. وبعد كده بجفف بشرتي كويس جدا. بجففها من خلال فوطه مخصصه ليها، بتبقى فوطه صغيره، او باستخدام المناديل الكلينكس، ودي امن طبعا لانها محفوظه داخل الكيس ومتعقمه، فبتقدري تطلعي المنديل لوحده على بشرتك كل يوم. وعلى فكره جميل جدا فعلا الكلينكس لما بتحطيه على بشرتك ويمتص كل الميه وما بيمتصش الزيوت خالص. فدي حاجه. بعد كده بستنى شويه واروح حاطه التونر لو هنام خلاص. بروح حاطه التونر علشان اقفل المسام بتاعتي. برضو بستخدم قطنه معاه. ما عنديش تونر بستخدم ميه الورد، جيب ازازه بعمل نصها ميه ورد ونصها ميه عاديه جدا معدنيه وكبسوله فيتامين اي، وارجهم كويس وبستخدمه بيبقى ممتاز. على فكره دي ميه ورد برضو بفيتامين اي. كبسوله بتحفز لي كمان نسبه الكولاجين في البشره، وبتحافظ لي على يعني البشرة، وكمان بتحافظ لي على البشرة من التجاعيد وكده ان هي تظهر اكتر. فجميل قوي ده. لو هتحطيه بره التلاجة بيفضل عندك 3 ايام، علشان كده انصحك ان انت تجيبي ازازة صغيرة. لو هتحطيه في التلاجة بحيث ان تبقى المية فريش كده ومثلجة يعني على اي رف في التلاجة بيفضل اسبوع، غير كده لا. بس فدي حاجة بسيطة حبيت اقولها لك. تونر عادي جدا تعمليه في البيت وجميل جدا. بعد كده ببتدي ان انا استنى شوية، ولو مش عندي ده او ده بجيب تلجاية وبمررها على طول على بشرتي. المهم اقفل المسام. بجيب زيت لوريال، طبعا عملت عنه ريفيو قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعه، وبرده بيبي جونسون. وبعد كده بحط كريم المرطب بتاعي، وكده بكون خلصت. وبحط برضو طبعا العين، وبحط الكريم بتاع الايد واللابالم بتاعتي بتاعت لابيلو او مابيلين. بكون رطبت كده شفايفي. ونسيت اقول لكم ان انا في الاول قبل ما بعمل الميك اب ريموفر بقلع العدسات بتاعتي وبشيلها. بس ده كده لو انا جايه من بره وهنام على طول. طب لو انا قاعده في البيت، ليا روتين تاني خالص، ان انا بعمل ماسك ترطيبي للبشره.
بيبقى ماسك مثلا فيتامين اي، ماسك الشوفان، البطاطس، العسل او الخيار والزبادي، او ماسك القهوه بيبقى حلو قوي للشوكليت. يعني ايا كان الماسك. وماسك برضو فيتامين اي او سي. فيتامين سي بعمله باستخدام الفوار ده، وفيتامين اي بعمله من استخدام كبسولة فيتامين اي. وبعمل ماسك القهوة، وانا عشان بالمناسبة كنت لسه عاملاه امبارح، لاني مش بعمله الا بكمية بتاعة اليوم، يعني بيبقى بالشكل ده. وبفرده على بشرتي طبعا، بس انا عشان حطيته في التلاجة. اوكي. وبرده في سكراب القهوة، فمفيد جدا للبشرة، بيفتحها وبينعمها وفظيع الصراحة. وكمان انا بعمله خالي من الزيوت عشان البنوتات اللي ما بتحبش الزيوت زيي، انا بعمله خالي من الزيوت يا بنات. المهم ان انا بكون منضفه بشرتي بالغسول عادي، وببتدي ان انا احط الماسك على بشره نضيفه، واسيبه على حسب الماسك اللي انا بعمله. في ماسك بيقعد 5 دقايق، في ماسك بيقعد معايا حوالي نص ساعه، ده اقصى حاجه. فعلى حسب الماسك. وببتدي ان انا اشيله، وبحط التونر عشان اقفل المسام، وبعد كده بحط كريم مرطب. وقبل ما بنام بعمل نفس الخطوات اللي انا قلتلكوا عليها، ان انا بغسل بشرتي تاني بالفرشه، وببتدي احط التونر والزيت والكريم. وساعات لو انا مش حابه احط الزيت، بجيب زي علبه بيب جونسون كده الكريم بتاعها، وبفضي فيه كبسوله فيتامين اي، وبحطه على بشرتي كمرطب عادي. فده برضو جميل جدا ان انت تجيبي علبه كريم وتحطي عليها كبسولة فيتامين اي 1000 او 400 على حسب كمية الكريم اللي عندك. في كبسولة 400 وفي كبسولة 1000. وبتفضيه في العلبة، بس تبقى طبعا علبة، يعني مثلا ده فاض منه حبة صغيرين، فحطيت عليهم كبسولة فيتامين اي. هو فاضل حبة صغيرين ورا الورقة بتاعتها دي، فحط عليهم كبسولة 400. فده برضو مرطب حلو جدا. وكمان بحطه قبل الميك اب، برضو جميل جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص. بينعم لي الفاونديشن وكل حاجه، لاني محفزاه بكبسوله فيتامين اي. ولو انا طالع لي حبايه، لان احنا داخلين على الصيف، ففي حبوب بتطلع للي بشرتهم مختلطه، يعني مش كتير، انا مش بيطلع لي حبوب كتير الحمد لله، لكن ممكن يطلع لي حبايه كده بسيطه. فببتدي ان انا اعمل ايه قبل ما بنام؟ ما بحطش اي حاجه من دي خالص، غير ان انا بغسل بشرتي، وببتدي ان انا اجيب كبسولة 1000 او كبسولة 400، وابتدي ان انا اقطعها وافضيها على بشرتي. هو قوامها على البشرة زي العسل بالظبط، هتلاقيه لازق كده وبيلزق. فبفردها على بشرتي وتحت عينيا بالراحة بطريقة الطبطبة. بتعمل ايه في البشرة؟ بتشد كل الخطوط اللي حوالين الفم، واللي تحت العين، واللي في الجبهة. وكمان بتحفز لي نسبة الكولاجين فيها وانا نايمة، لاني بالليل البشرة بتكتسب كتير جدا وبترتاح. وبحطها قبل ما بنام مباشرة وعلى شفايفي، لو شفايفي مجهدة برضو بحط عليها جزء من الكبسولة كده بفرده، وبضطر ان انا انام. تاني يوم ببدأ ان انا اصحى الاقي بشرتي ناعمة ونضيفة جدا. وكمان يعني اقول لكم فظيعة، ما بلاقيش الحباية. يعني والله مش بلاقي الحبايه، بس مش تكون وشك فيه دلوقتي حبوب وتروحي تحطيها. لا، انت لو وشك فيه حبوب دلوقتي وحطيتيها، لان انا ليا صديقتي يعني عملت كده، فبتخف الحبوب شويه، لكن ما بتروحش الا بعلاج طبعا لازم، لان دي مفعولها برضو قوي على الحبايه الصغيره اللي لسه طالعه. يعني مثلا انا شفتها النهارده فحطيت الكبسوله النهارده، تاني يوم ما لقيتش الحبايه. فده فعلا مفعولها معايا وتجربتي معاها. وهعمل لكم ان شاء الله ريفيو عن فيتامين اي وايه فوائده وازاي تستخدميه بطريقه صحيحه، لان في لو استخدمتيه بطريقه غلط طبعا بيجلب ليكي المشاكل. اوكي. فبس هو ده كان الروتين. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا باي حاجه. ولو حابين اي فيديوهات تانية اكتبوا لي في الكومنت. وبحبكم جدا ومتشكره جدا ليكم كلكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية، واقول لكم مع السلامه.